المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. ملك الأردن والبحرين يهنئون بعيد الاستقلال. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. جهود بناءة لرفع الإنتاجية في الإقليم الأوسط. على الصعيد العالمي 16 قتيلا في هجوم جديد بشرق جمهورية الكونغو. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات سادسة على موسكو. وبيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث ملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سلمان بن حمد الخليفة برسائل تهنئة لحكومة وشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال. وأعرب الملوك في رسائل التهنئة التي أرسلوها عن تمنياتهم بدوام الصحة والتوفيق في العمل لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. احتفل الإريتريون المقيمون في سويسرا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وأوغندا وأنغولا والبحرين وعمان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة بعيد الاستقلال. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الإريتريين في مختلف المدن السويسرية احتفلوا بعيد الاستقلال من 21 وحتى 28 من مايو بتنظيم المناشط الثقافية والفنية. واحتفل الإريتريون في النرويج بعيد الاستقلال، حيث خاطب الحفل مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في الدول الإسكندنافية سيد سيراك بهلبي، موضحا خوض نضالات قوية إلى جانب الدفاع عن السيادة في السنوات 31 الماضية، مشددا على ضرورة نقل قيم الخيار المستقل والمبادئ إلى الأجيال. كما احتفل الإريتريون في مينيسوتا الأمريكية بعيد الاستقلال. وفي كامبالا الأوغندية احتفل الإريتريون يوم 28 من مايو بذكرى الاستقلال. وأوضح سفير إريتريا في أوغندا سيد محمد سليمان أن الشعب الإريتري حقق استقلاله بخياره المستقل وتضحياته الكبيرة. ونظمت بالمناسبة منافسات رياضية وبرامج فنية بدأت من 3 من مايو. كما احتفل الإريتريون في لواندا الأنغولية بعيد الاستقلال بتنظيم عرض يعكس تاريخ إريتريا وحياة شعبها وفعاليات ثقافية وفنية. وخاطب الحفل قنصل إريتريا العام السيد دسالة تخلآب ورئيس الجالية السيد يعقوب سولومون. كما احتفل الإريتريون في مدينة لوبانغو بنيغيلا بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في البحرين وعمان بعيد الاستقلال بتنظيم مختلف المناشط الثقافية والفنية. بينما احتفل الإريتريون في المدن الفرنسية بعيد الاستقلال. وفي الحفل الذي نظم في مدينة نانت يوم 28 من مايو، أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد برخت باولوس بأن الاستقلال ثمرة النضالات والتضحيات، مهنئا الشعب الإريتري عامة. فيما احتفل الإريتريون في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعيد الاستقلال يوم 27 من مايو، حيث أحيت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا حفلا فنيا في المناسبة. خاطب الحفل السفير عثمان محمد عمر ومدير المكتب القنصلية الإريترية في دبي السيد محمد محمود سليم ومسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد تسفو جبرتنسائي، موضحين النضالات المريرة والتضحيات الكبيرة للشعب الإريتري لانتزاع استقلاله، ومشيرين إلى أن العدائيات المستمرة منذ 80 عاما تستمر بتغيير أشكالها وأوجهها، وأن على المواطنين التصدي لها بوعي. وقال رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية السيد عبد القادر محمد سعيد أن الجالية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتقوية الاتحادات الوطنية وتعزيز المساهمة. هذا وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في المناشط الرياضية المنظمة بالمناسبة. أفاد مكتب تنمية النباتات في الإقليم الأوسط تحقيق نتائج مرضية من جهود حماية التربة وحفظ المياه والتنويع الزراعي واستخدام وسائل الزراعة الحديثة. وأوضح مسؤول المكتب في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أبراهام أرأيا تنفيذ أعمال بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث الزراعية في البذور المحسنة ونقل المعرفة واستخدام السماد الطبيعي وأضرار المبيدات الحشرية.
وأشار إلى الإنتاج الوفير من الهكتار الواحد لبذور القمح المحسنة وإدخال بذور البطاطس المحسنة. وأكد على أهمية الزراعة الجماعية التي أدخلت عام 1998 للإدارة والتنويع ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية. ودعا المزارعين في اتباع إرشادات المهنيين الزراعيين قبل اتخاذ إجراءات مكافحة الآفات الزراعية. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا، 3 من المصابين من قحوطة و1 من زعدة كريستيان و1 قادم من طيعة في إقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 3 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9764، شفي منهم 9649 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 9 مصابون الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من مايو 2022. قال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن الاستثمار الكبير الذي جرى في قطاع التعليم في سنوات الاستقلال حقق نتائج مرضية. وأوضح بأن التعليم في الإقليم كان محدودا، وكانت المدارس 28 موجودة على خط أسمرة مصوع. وذكر أن الجهد الذي بذل بعد الاستقلال بمنح الريف الأولوية مكن من تقديم الخدمات التعليمية في 64 روضة للأطفال و175 مدرسة ابتدائية و79 مدرسة متوسطة و14 مدرسة ثانوية، إضافة إلى 83 نقطة تعليمية لبرنامج عريوت. وأشار إلى ارتفاع عدد الطلاب لأكثر من 62 ألف طالب وازدياد مشاركة الطالبات في المراحل التعليمية المختلفة. وأوضح المساهمة الكبيرة للمدارس الداخلية وشبه الداخلية في الدفع بالعمليات التعليمية وتقديم الدراسة في الفترة من مايو وحتى يناير في مديريات أدوبحة ونقفة وقارورة، تماشيا مع المناخ والحياة المعيشية للسكان. وقال الأستاذ رشيد محمد عثمان إن حياة الترحال الرعوية وقلة مشاركة الطالبات والبنية التحتية غير الجيدة للمدارس وعدم تجمع القرى من بعض تحديات التعليم في الإقليم. ذكر مسؤول عيادة أشرا في مديرية حجات تحسن الخدمات الصحية بعد حل مشكلة الطاقة الشمسية وسيارة الإسعاف. وأوضح مسؤول العيادة الممرض إسياس دبساي أنه تم إعداد معدات صيانة الطاقة الشمسية وتخصيص سيارة إسعاف وضعا في الاعتبار بعد القرى. وقال إن بناء غرف انتظار الحوامل ساعد في تحسين الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن تغطية تطعيم الأطفال بلغ 100%، ومكافحة الملاريا إلى مستوى الاستئصال، وتغطية النظافة لنسبة 80%، والعمل لمكافحة الأمراض المعدية من الحيوانات إلى الإنسان. ودعا ممرض الولادة تسفاي زودي الحوامل مراجعة العيادة للتعرف على أوضاعهن الصحية حتى وقت الولادة. وأعرب السكان عن الارتياح للخدمات الصحية المقدمة، خاصة رعاية الأمومة والطفولة. هذا وتخدم عيادة أشر 6 قرى في الضاحية وجزء من ضواحي عد أري وأونجلي وحركوك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل 16 شخصا على الأقل على أيدي مسلحين من القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف. وأشار أمين عام فريق الصليب الأحمر ألبرت نودونغو أن بين القتلى رجل إسعاف من الصليب الأحمر المحلي تم إطلاق النار عليه فيما كان يحاول الفرار. من جهته قال أنديكا ميهيكو رئيس شبيبة بولونغو إن القوات الديمقراطية المتحالفة دخلت إلى بولونغو وأحرقت 5 آليات والأشخاص الذين كانوا فيها، كما أحرقت المنازل. وهذه المذبحة هي الرابعة التي تنسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بولونغو منذ العام 2020.
اتفقت دول الاتحاد 27 خلال قمة في بروكسل على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو من مصدر تمويل ضخم لحربها على أوكرانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا. وتعهدت برلين ووارسو وقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دوروكبا، مما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتل. ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء أن بيلاروسيا ستجري تدريبات للتعبئة العسكرية في يونيو ويوليو في منطقة غوميل، وتقع منطقة غوميل على حدود أوكرانيا في الجنوب. وذكرت الوكالة نقلا عن أندري المفوض العسكري لمنطقة غوميل أنه في الفترة من 22 من يونيو إلى 1 من يوليو ستجرى تدريبات مع الهيئات الإدارية العسكرية والقوات المسلحة. وقال أندري إنه في الفترة من 28 من يونيو إلى 16 من يوليو سيتم إجراء تدريبات عسكرية مع المؤهلين للخدمة العسكرية. وقالت بيلاروسيا وهي حليف وثيق لروسيا في مارس إن قواتها المسلحة لا تشارك فيما تسميه موسكو عملية خاصة في أوكرانيا، لكنها كانت منصة انطلاق لروسيا لإرسال آلاف الجنود عبر الحدود في 24 من فبراير. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري جديد يضم 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا ملونا بموقع حفائر في منطقة الصغارة للآثار الفرعونية بمحافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة الصغارة نجحت في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة. وأضاف أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها على 250 تابوتا خشبيا ملونا من العصر المتأخر كانت مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكر بالعناوين. ملوك البحرين والأردن يهنئون بعيد الاستقلال. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. جهود بناءة لرفع الإنتاجية في الإقليم الأوسط. 16 قتيلا في هجوم جديد بشرق جمهورية الكونغو. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على موسكو. وبيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.